نمت وسمعت كلامي وما اتفرجتش على الماتش. أنا آسف. الأهلي بيقدم ماتش من أروع الماتشات اللي حصلت في كأس العالم للأندية. أي نعم احنا كده كده خارجين وبالسلامة ومروحين، بس بصراحة عملنا ماتش ولا أروع. طب كان فين الكلام ده من الأول؟ كان فين؟ ما هو وسام شاطها يا تريزيجيه، وسام شاطها وجابها جول. الموضوع مش مستاهل يا حبيبي. هي وحشة والله وبتودي في داهية. شايفين لما لعبنا مع بعض ايه اللي حصل؟ كسرنا الدنيا ومحدش كان قدنا وجبنا 4 تجوان وضيعنا 90,000 جون. بن شرقي مضيع لوحده بتاع 10 تجوان عادي كده. اي نعم احنا خرجنا، بس يعني خرجنا بشكل حلو، لعبنا حلو، اللعب كان حلو، الشكل كان حلو، وجبنا اجوان وضيعنا اجوان. مع ايه المشكله لما كنا نلعب كده من الاول؟ هو ده الاهلي، هو ده اداء الاهلي، هي دي روح الاهلي اللي انا كنت بتكلم عليها في الفيديو اللي فات. الروح اللي احنا عايزين نلعب بيها هي دي الروح اللي هنكسب بيها. قعدنا البطوله كلها ما جبناش ولا جون، جبنا جون واحد وفي نفسنا، وجايين في ماتش واحد نجيب 4 تجوان ونضيع 90,000 جون. ما كنا فردناهم كده على الماتشات اللي فاتت وكانت سلكت معانا. والله العظيم كنا حلوين، والله العظيم كنا احسن ناس في المجموعه. بالاداء ده وبالمنظر ده بصراحه كنا نكسب الكل ونصعد اول مجموعه كمان. بس تقول ايه؟ انا معرفش ليه احنا بنحس بالخطر متاخر، بنحس بالخطر متأخر. بس مش مشكلة، اهو الاهلي برضو فرحنا في اخر ماتش ولعب اداء كويس واداء مشرف في اخر ماتش بس، وعلى الاقل الواحد هينام مبسوط من الاداء. مش عارفة نوم ايه ده، انا كلها ساعتين وهقوم اروح على الشغل. بس يلا مش مهم، الماتش كان حلو وفداه. لو فاتك ماتش النهارده يبقى فاتك. الاهلي عمل عظمه، اي نعم متاخر بس عمل عظمه. شرفتونا وشرفتوا اسم مصر. ارجعوا بالسلامه ويلا عشان في اداء عايزين نوريه لحبايبنا اللي هنا. تصبحوا على خير. سلام.